نطفة. السؤال الثاني: أي ربي علقة. السؤال الثالث: أي ربي مضغة. السؤال الرابع: أي ربي أذكر أم أنثى، إلى آخر الحديث. هذه مراحل التكوين ومراحل الخلق، وهي من أعظم الأدلة على أن الخالق سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يوحد. وهذا الصاحب المؤمن يذكره بأول الخلق، وكأنه يريد أن يقول له: الذي خلقك من العدم قادر على أن يعيدك من موجود. هو لا يصدق البعث ولا يؤمن بأن الساعة ستقوم، فصاحبه يذكره بأن الله الذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده من موجود، وليس ذلك على الله بعزيز. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يناقشه ويراجعه ويرد عليه قوله الكفري: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ويعترف هذا الصاحب المؤمن بوحدانيته لله جل وعلا، وكأنه خشي من قولة هذا الصاحب الكافر المشرك أن يصيبه عذاب بسبب وجوده معه، فقال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إن كنت قد كفرت بالله الذي أنعم عليك بهذه النعم وأعطاك هاتين الجنتين التي لم تظلم من ثمارهما شيئا، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالألوهية، حتى وإن كنت أقل منك مالا وولدا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يعلن توحيده لله جل وعلا ويعلن براءته في الوقت ذاته من شرك هذا الصاحب المشرك. ثم قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له مذكرا بالله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. لولا، ولولا يقول علماء اللغة لولا تسمى التحضيضية، يحضه على أن يذكر فضل الله عليه، يحضه على أن يتذكر نعم الله عليه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما كان هذا النعيم وهذا الثمر وما كان هذا الإبداع وهذا الإبهاج إلا بمشيئة الله وبقوة الله وبقدرة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لولا إذ دخلت هذه الجنة فتذكرت المنعم سبحانه وتذكرت فضل الله عليك واعترفت له جل جلاله بأنه صاحب الفضل وولي النعمة والمنة والعطاء. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة ولا على ترك معصية، ولا نملك أن نحقق لأنفسنا شيئا، ولا نملك أن ندفع عن أنفسنا شيئا إلا بحول الله وقوة الله وأمر الله. قل إن الأمر كله لله. وهذا قمة التبرؤ والتجرد من الأنا ومن الحول والطول. فالإنسان ضعيف بنفسه غني بربه، ذليل بنفسه عزيز بربه، ضعيف بنفسه قوي بربه. ولولا إذ دخلت جنتك متواضعا لله منكسرا معترفا بفضل الله عليك ونعم الله عليك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما كان هذا النعيم إلا بفضل المنعم عليه. ثم ذكره وقال له: إنني أعتقد في ربي سبحانه وتعالى أن يعطيني أحسن مما أعطاك بسبب إيماني به جل وعلا واعترافي بالفضل له سبحانه، وأظن وأعتقد أنه بكفرك وشركك أن يسلبك الله عز وجل ما أنت فيه من نعيم. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. يا من من الله عليك بنعمة من النعم، اعلم بأن الله جل وعلا الذي أعطاك قادر على أن يسلبك. لا تنسى هذا، لا تغتر بما أنت فيه، ولا تتصور أنك صرت من المخلدين. هيهات هيهات. فالله الذي أعطاك قادر على سلبك ما أعطاك، فإن اعترفت بنعمه وشكرته زادك، وإن جحدته وكفرته سلبك. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. إن أعطاك الله نعمة المال ونسيت فضل الله عليك سلبك الله هذه النعمة. وإن أعطاك الله نعمة العلم فتكبرت على الخلق واغتررت بعلمك وتهت بين الناس وأصبح الخلق لا يستطيعون الحديث معك، فاعلم بأن الله قادر على أن يسلبك ما أعطاك وأن ينسيك ما من به عليك. فالنعم لا تصان إلا بالطاعة، النعم لا تصان إلا بالطاعة. إن روح القدس نفث في روعي، أي في روع النبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، خيرا مما أعطاك. ثم حذره تحذيرا شديدا. وهذه بصيرة كل من أنار الله قلوبهم بنور الإيمان. فأهل الإيمان في كل زمان ومكان يحذرون أهل الكفر من أخذ الله جل وعلا ومن سلب الله جل وعلا لهم ما أعطاهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي مفلسون لا يملكون شيئا بعد أخذ الله ما أعطاهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ثم حذره بقوله: ويرسل عليها حسبانا من السماء. الحسبان كما قال ابن عباس هو العذاب.
وأنا لا أريد أن أقف مع تفاصيل المفسرين، منهم من قال بعث الله نارا، ومنهم من قال بعث الله مطرا. يكفيني أن أقف مع المعنى اللغوي لقوله تعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء، أي عذابا من السماء، أيا كان نوع هذا العذاب، إما أن ينزل الله نارا، إما أن ينزل الله صقيعا، إما أن ينزل الله جليدا، إما أن ينزل الله مطرا، إما أن يرسل الله صاعقة قوية من الهواء لتقتلع هذه الجنة أو هاتين الجنتين بما فيهما من ثمار وزروع. أيا كان نوع الحسبان، ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا